تعالى نبدأ ونخش في الموضوع ونتعايش مع بقلوبنا، بس برضه بعد ما تصلي. هتقول لي انت كل شويه بتقول لي صلي، هقول لك انت كسبان. طب تعالى اقول لك انت كسبان ليه؟ هقول لك في دقيقه كده بسرعه، بس عشان فعلا تبقى في كل حلقه وانا بقول لك صلي تقوم صلي وانت فرحان من انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهقول لك بسرعه كده، قال من صلى علي صلاه واحده كان ممكن يبقى ايه كام؟ 10 حسنات مش كفايه، 700 حسنه برضه مش كفايه، مليون حسنه برضه مش كفايه. اصل قدر النبي عالي، اصله غالي جدا عند ربنا، اصل ربنا بيحبه صلى الله عليه وسلم. فقال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الله أكبر. الله عز وجل فاطر السماوات والأرض مالك الملك، اللي قال وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، اللي الكون ده كله سجد له، وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليه أنا 10 مرات. لو صليت على النبي مرة خد بالك بقى في الرواية الثانية من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات وغفر له 10 خطيئات وكتب له 10 حسنات ورفعه في الجنة 10 درجات وبنى له بيتا في الجنة. خد بالك الرواية الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل، من البخيل يا رسول الله؟ قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. طيب عايز تمشي في طريق الجنة؟ طبعا كلنا طلاب جنة، طبعا في حد فينا مش عايز الجنة. خد بالك لو ما صليتش على النبي تخطئ طريق الجنة. ده مين اللي قال كده؟ النبي، وكله احاديث صحيحة بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. طيب بالله عليك عندك مشاكل، عندك هموم، عندك ذنوب، نفسك ربنا يكفيك همومك دي كلها ويغفر لك ذنوبك كلها، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب في يوم من الأيام راح للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله إن لي ساعة أذكر الله فيها فكم أجعل لك فيها من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ربعها، أصلي عليك ربع الساعة، مش ساعة 60 دقيقة، يعني وقت يعني وقت معين. فقال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال الثلث، قال له ما شئت فإن زدت، قال له النصف، قال له 3/4، حد ما قال له إيه؟ إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فرد عليه النبي وقال له إذا يكفيك الله ما أهمك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. فوق ده كله أخويا وحبيبي يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. بالله عليك بالله عليك حد فينا ممكن يزهد في الصلاة على النبي بعد كده؟ والثمرات كتيرة بس أنا مش عايز أطول عشان نخش في الموضوع. أخويا وحبيبي بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، وشوف بقى الجمال بقى، شوف بقى لما انا عمال بقول ايه صلى على حبيبك. فين السامعين دلوقتي؟ في امريكا، في ايطاليا، في فرنسا، في اوروبا، في مصر، في السودان، في السعوديه، في كل مكان. تخيل كده لما المسلمين كلهم في وقت واحد يقولوا صلى الله عليه وسلم، وكل المسلمين دولت في وقت واحد الله عز وجل يصلي على كل واحد منهم 10 مرات ويتغفر لكل واحد منهم 10 خطيئات وياخد 10 حسنات ويترفع في الجنة 10 درجات وربنا يكفيه همه ويغفر ذنبه ويقضي حاجته وكمان تدركه شفاعة النبي. يا بلاش ايه الجمال ده كله؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم.